اكتر 3 اخطاء بيقع فيها المبتدئين اللي لسه بيتعلموا 3 دي ماكس. لو لسه بتتعلم 3 دي ماكس فغالبا بتقع في واحد من الاخطاء دي، والمشكله انهم بيضيعوا وقتك وبيخلوك تطلع شغل اقل بكتير من مستواك. انا زيدان، اعمل فولو ولايك وريبوست للفيديو ده ويلا بينا. الخطأ الاول، بتبدا الموديل من غير ما تظبط اليونت بتاعتك، وفجاه تلاقي الموديل بتاعك صغير جدا او ضخم جدا على حسب الفايل اللي بتنقل منه او اليه. ولما تبدا تشتغل على ريفت او تشتغل على دي 5 او اي حاجه تانية هتلاقي ان الدنيا بتبوظ منك. فاعملها قاعده دايما كده، اول حاجه تعملها ان انت تظبط اليونتس بتاعتك. الخطأ التاني وكتير مننا بيقع فيه بشكل كبير جدا، وهو انك اول ما تبتدي الموديل تبدا تحط تفاصيل كتير جدا من اول دقيقه، وده صدقني مش احسن حل خالص في الموديلنج ابدا. ابدا بالشكل العام وظبط النسب بتاعتك، وتخيل كل جزء من الديزاين بتاعك هيكون موجود ازاي. وبعد ما تتاكد ان النسب بتاعتك بقت صح، ابدا اعمل التفاصيل زي ما تحب. صدقني ده هيوفر عليك ساعات كتير قوي في التعديل، وهيخليك كمان عارف ازاي تبدا الموديل بتاعك وتنهيه. الخطأ الثالث وهو انك تحفظ ملف الماكس باسم واحد طول فترة المشروع، وصدقني ده برضو تصرف غلط جدا. اعمل اكتر من اسم او اكتر من باك اب للمشروع بتاعك وسميه بنفسك، وصدقني هتشكر نفسك بعدين ان انت قدرت ترجع لمراحل في المشروع كتير جدا ساعات بتحتاج ان انت ترجع لها. في النهايه لو بتتعلم 3 دي ماكس وبتعمل الاخطاء دي حاول تتجنبها، وصدقني هتدعي لي وهتتطور بسرعه جدا. ولو عاوز جزء تاني باخطاء اغلب الناس اكتب لي تحت في الكومنتات بارت 2.